السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة حلوة قوي وهتعجب أولادك جدا وهيطلبوها منك على طول. طريقة حلوة وسهلة للفراخ مع الرز، طعمها يا حبايبي فعلا حكاية. بس قبل ما أبدأ ما تنسيش بالله عليكي تحطي اللايك يا ست الكل، وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي على طول في وصفتنا. هقول لكم المقادير وانا شغالة وهسيبها لكم مكتوبة ان شاء الله في صندوق الوصف تحت الفيديو. في حلة على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، بشوح بصلة كبيرة مفرومة وسط، بشوحها بس مش عايزاها تاخد لون. وهضيف نص معلقة صغيرة من الكمون، الكزبرة الناشفة، الفلفل الاسمر، وعود قرفة، ورق لورا وحبهان وقرنفل، وبضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم وبديهم تقليبة مع بعض. ومعايا هنا فرخة متنضفة ومغسولة كويس جدا ومقطعاها، بشوح الفراخ كويس مع البصل والبهارات، وهضيف طماطمية مبشورة، وهنزل بالمية المغلية وهسيبها لحد لما تستوي تماما، ومش هضيف الملح غير في الاخر لما تدخل في التسوية. وبعد ما الفراخ دخلت في التسوية هضيف الملح وهظبطه وهسيبها تكمل سواها. وبعد ما الفراخ استوت هخرجها من الشوربة واحطها في صينية، وهصفي الشوربة من التوابل والبصل، وهركن الشوربة على جنب علشان هستخدمها تاني. وفي حلة تانية على النار هضيف فيها شوية زيت ومعلقة صغيرة من السمنة البلدي، هشوح بصلة صغيرة مفرومة ناعم، وهشوح معاها حوالي كوباية كبيرة من الخضروات المشكلة، عبارة عن بسلة وجزر، فلفل أحمر، وذرة حلوة. وهضيف البهارات نص معلقة صغيرة من الكمون، البابريكا، عود قرفة، حبهان مطحون، وقرنفل. وهضيف الملح ومش هزود الملح علشان لسه هضيف شوربة والشوربة فيها ملح. وهضيف كوبايتين من الرز البسماتي المغسول والمنقوع لمدة ربع ساعة، وهشوح الرز كويس جدا مع الخضروات. وهضيف مقدار الشوربة وهسيب الرز على نار عالية لحد لما يشرب الشوربة، وبعدين ههدي النار وهسيبه يستوي براحته على نار هادية. تعالوا نعمل خلطة حلوة ندهن بيها الفراخ قبل ما ندخلها الفرن. معايا هنا معلقتين كبار زبادي، هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الكمون، البابريكا، فلفل أسمر، وشوية ملح، و3 معالق كبار شوربة، وهقلبهم مع بعض. وهدهن الفراخ بالخلطة الحلوة دي وهدخلها فرن ساخن تحت الشواية لحد لما تاخد لون ذهبي.
شايفين الرز وجماله مفلفل وجميل جدا ما شاء الله. هقدمه في طبق التقديم. وهقدم الفراخ على الرز. شوفولي بقى الجمال ده، وصفة غدا سهلة وسريعة وجميلة جدا وطعمها في منتهى الجمال. بتمنى تجربوها وهتعجبكم جدا بإذن الله. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. بتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش تحطوا اللايك، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.